نزلت ابنك حتة منك روح ملهاش ذنب. انا بجد مش قادرة افهمك، انت ازاي عملتي كده يا اسيل؟ واسيل ما كانتش بترد عليها. ردي عليا، انت ساكتة ليه؟ مش نزلتي روحك خلاص؟ اوعي تفتكري من بعد اللي عملتيه ده انك هتكوني مبسوطة، انت هتكوني تعيسة قوي. مالكيش علاقة بيا، سيبيني في حالي ارجوكي، انا حرة وانت مالكيش دخل اعمل ايه وما اعملش ايه. ازاي عملتي كده؟ ازاي نزلتي طفلك؟ ازاي ماليش دخل؟ مش احنا المفروض صحاب يا صاحبتي ولا ايه؟ نزلته وخلاص، وهو كان لازم ينزل وانا عملت اللي كان لازم يحصل، وسيبيني في حالي. من امتى وانت كده؟ من امتى وانت مليانه قسوه بالشكل ده؟ انا حاسه اني مش عارفاكي. انا اصلا ما بقتش عارفه نفسي، انت هتعرفيني منين بقى؟ انا كده احسن. خلاص يا جيجي ارجوكي. خلاص ايه؟ ها؟ قوليلي خلاص ايه؟ وليه عملتي كده؟ قوليلي، اتكلمي. ازاي هان عليكي ابنك؟ انا عايزه ارتاح، انا تعبانه قوي ومش قادره. ترتاحي وانت هتعرفي تنامي على مخده وانت نزلتي حته منك روح بريئه؟ هتقدري تحسي بالراحه وانت مدمره كل حاجه حتى نفسك؟ جيجي خلاص. زعقي علشان تداري على عملتك السودا دي. سيبيني في حالي. وراحت دخلت على جوه بسرعه ورمت نفسها على السرير وفضلت تعيط، وجيجي كانت حزينه قوي على الوضع ده وما كانتش عارفه تساعدها بايه وتخرجها من اللي هي فيه ده ازاي. قربت من اوضه اسيل ودخلت. اسيل كانت قافله عينيها وعامله نفسها نايمه. على اساس لحقتي تنامي يعني؟ مش عليا الحركات دي. انا بلومك من حبي فيكي يا غبيه، انا عارفه انك محتاجالي دلوقتي وانا مش هتكلم معاكي في حاجه لانه اكيد صعب عليكي. وراحت قعدت جنبها. تعالي في حضني وعيطي براحتك، انا جنبك وسامعاكي. دخلت في حضنها وفضلت تعيط وتنهار، وهي كانت بتطبطب عليها. انا تعبانه، انا محدش حاسس بيا، انا مش قادره اصلا، انا بموت والله العظيم. انا جنبك اهو، حاسه بيكي، انا في ظهرك يا اسيل. انا عارفه الفتره دي كلها كانت صعبه ومليانه ضغط عليكي ومتاكده من كل ده، بس قراراتك غلط. مش قلتي مش هتقولي لي حاجه يا جيجي وانك سامعاني وبس؟ ايوه قلت. طيب يا ستي خدي راحتك. وفضلت تعيط في حضنها وكانت جيجي عماله تهون عليها. انا شايفه انك تنامي وترتاحي. طيب. وفعلا نامت، وبعد ما جيجي اتاكدت ان هي نامت خرجت من عند اسيل. اه يا اسيل، يا ريتك تخرجي من الفتره دي بسرعه وترجعي لعقلك وتفكري صح. وكانت حزينه وموجوعه قوي ومش عارفه تعمل لها ايه، وهي كانت طول الليل عماله تفكر. ويابن هو كمان ما كانش قادر يصدق ان هي باعت بالسهوله دي وما كانش عارف ينام. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية. وتاني يوم عند زينة صحي كلهم، وزينة قامت من نومها وكانت حزينه قوي. جهزت نفسها ونزلت لهم. بابا ما تنساش اننا رايحين عشان اتقدم لها. حاضر يا كريم ما تقلقش. طب انا رايحه اعمل كام حاجه كده. ماشي. وزينة بصت لكريم بحزن وهو بص لها وخرج ركب العربية، وأول ما خرج نزلت دموعه. وقعدت زينة وكانت كل حاجة سودة قدامها، وبدأوا يجهزوا كل حاجة. ورجع كريم قبل الميعاد بساعة وطلع يجهز نفسه، وزينة كمان كانت بتجهز نفسها. أديني بجهز أهو علشان خاطر أجي معاك وأنت رايح تخطب يا كريم. جهزت نفسها وكان شكلها حزين قوي، وكريم جهز نفسه وراحت له زينة وخبطت عليه ودخلت. محتاج مساعدة ولا حاجة؟ اه تعالي اربطي الجرافطة دي، أنا أصلا مش بحبها. قربت منه وبدأت تربطها له. طالع حلو قوي، والبدله اللي اخترتها لك جميله قوي عليك. بجد؟ ايوه يا كريم، وهو كمان كان سرحان فيها. اهو ربطتها لك. شكرا يا زينة. عقبالك ان شاء الله مع حد يستاهلك ويحبك من كل قلبه، بجد انت تستاهلي واحد يحبك قوي. سرحت في كلامه وافتكرت كلام الدكتور. طيب هسيبك تخلص. وخرجت بسرعه، واول ما خرجت فضلت تعيط. جواز ايه؟ انا هكون ارض بور ماليش لازمه، اول ما هشيل الرحم خلاص حياتي انتهت على الاخر. اه يا رب هونها عليا، انا بموت ومش قادره، يا رب ارجوك خليك معايا. وراحت ظبطت شكلها بعد العياط وكانت حزينه قوي. ونزلت على تحت، وكريم كمان نزل، وكانوا كلهم جاهزين، ملك وكمال وانس. هي جاهزين كلكم؟ يلا بينا ولا ايه؟ اه جاهزين، يلا بينا. وخرجوا ركبوا العربيه، وكانت زينه مع كريم وعماله تبصله من تحت لتحت. اصعب شعور على الاطلاق ان الحد اللي بتحبه يكون قدام عينك، بس المشكله انه لغيرك وعمره ما هيكون ليكي. وكريم كمان كان عمال يبصلها من تحت لتحت. انت كويسه؟ أوي يا عريس. وصلوا الفيلا عند أهل البنت ونزلوا، وكريم كان جايب علبة شوكولاتة وبوكيه ورد كبير. خبطوا وفتح لهم أبو العروسة ودخلوا، وقربت منهم سارة. اتفضلي. خدت منه الشوكولاتة والورد. ميرسي يا كريم. وزينة كانت عمالة تبص لسارة وكانت مخنوقة منها قوي. وقعدوا كلهم سوا، وزينة ما كانتش قادرة تستحمل وكانت عمالة تحاول تسيطر على نفسها. طبعا عارف حضرتك احنا جايين ليه. كريم ابني عايز يطلب ايد بنتك الأنسة سارة. اه عارف، وطبعا كريم حد كويس قوي، وشرف ليا كريم يكون جوز بنتي. وزينة كانت حاسة ان هي هيغمى عليها وما كانتش قادرة، وكريم لاحظ شكلها وكان قلقان عليها قوي. هي فيها ايه؟ شكلها تعبان ولا مالها؟ وكان عمال يبص عليها لدرجة ان هو ما كانش مركز غير معاها هي وبس. وبصت له زينة، وهما الاتنين فضلوا يبصوا لبعض وكأن مفيش في المكان غيرهم. كريم يا كريم. نعم يا بابا. بيقول نقرا الفاتحة، هي ايه رأيك؟ بص لزينة وقفل عينه بحزن. موافق يا بابا.
وقروا الفاتحة، وسارة كانت مبسوطة قوي. ألف مبروك يا عروسة، هتنوري عيلتنا يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا طنط. طيب حابين الخطوبة تكون امتى ان شاء الله؟ حددوا واحنا معاكم في اي وقت عادي، ما عندناش اعتراض على الوقت. ايه رأيك يا كريم؟ مش عارف يا بابا، اللي هم عايزينه. طب ليه التأخير؟ في أقرب وقت نخليها كمان كام يوم، ايه رأيك يا كمال؟ عندك حق يا ملك، خلاص ماشي كمان كام يوم. وزينة كانت ساكتة ومش بتقول ولا كلمة. هي دي زينة اللي حكيت لي عنها يا كريم؟ اه يا سارة، اهلا بيك يا زينة، طلعتي جميلة اكتر من الوصف الصراحة. ميرسي يا سارة، انت اجمل اكيد. قعدوا شوية بعد كده قاموا ركبوا العربية علشان يروحوا، وكان كريم واقف مع سارة. مش مصدقة نفسي يا كريم، انا وانت هنتخطب قريب قوي، معقولة؟ اه يا سارة. وراحت مسكت في ايده. دي احسن حاجة، انا مبسوطة قوي. وزينة كانت شايفة كل ده وما كانتش قادرة تبص، وبصت الناحية التانية. قويني يا رب، ما كانش وقته يا كريم تعمل فيا كده، بس نقول ايه، المصايب معروفة انها بتيجي ورا بعض. طيب يلا انا همشي دلوقتي، عايزة حاجة؟ لا سلامتك يا كريم، هو انت مش مبسوط؟ حاساك مش مبسوط. ليه بتقولي كده يا سارة؟ مجرد احساس حسيته. هو انت مش مبسوط؟ لا اكيد مبسوط، بس نتكلم بعدين عشان اهلي مستنيين. طيب يا كريم. ركب العربية ومشوا ووصلوا الفيلا. الف مبروك يا كريم، عروستك حلوة. الله يبارك فيك يا زينة. وطلعت على فوق بسرعة ودخلت اوضتها وقعدت على السرير. ما ينفعش اكون زعلانة، بالعكس المفروض تكوني مبسوطة ان كريم هيتجوز ويجيب اطفال كتير ويعيش حياته مبسوط، وخصوصا بعد ما انت عارفة وضعك وانك اتدمرتي. وكانت موجوعة قوي. وطلع كريم على اوضته ورن تليفونه من سارة. روحته؟ اه يا سارة. قولي بقى يا سيدي، مبسوط عشان هنكون مع بعض؟ اكيد يا سارة. كريم هو انت مالك، في ايه، انت كويس؟ لا مفيش حاجة يا سارة، بس مصدع شوية ومحتاج ارتاح، هكلمك بعدين ماشي؟ طيب يا كريم. قفل معاها وكان سرحان. مالي؟ مش انا اللي قلت ان ده احسن حل؟ هاجي دلوقتي واكون متضايق ولا ايه؟ وكانت زينة نامت وصحيت على الفجر كده وهي حاسة ان هي نايمة على مية، فتحت عينيها. المية دي، هو حد دلق عليا مية وانا نايمة ولا ايه؟ فتحت النور واتصدمت لما لقيت النزيف بشجرة اكبر. راحت قفلت عينيها بحزن. كويس ان ماما مش بتشوف المنظر ده، كان زمان قلبها وجعها. قامت بسرعة تشيل كل حاجة وحطت الملاية والهدوم في الغسالة بسرعة وقعدت تعيط. يا ربي هعمل ايه؟ ونزلت الجنينة تشم هوا وكانت عمالة تفكر لحد ما سمعت صوته. بتعملي ايه؟ وايه اللي مصحيكي دلوقتي يا زينة؟ لا كنت نايمة وصحيت ولقيت نفسي مش جايلي نوم يا كريم، قلت انزل اشم هوا في الجنينة. اه طيب يا ستي، اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله. لو ينفع اقف اشم معاكي هوا بقى وكده يعني؟ وانت محتاج تاخد اذن اصلا يا كريم، اقف براحتك. زينة. نعم يا كريم، عايز تقول ايه؟ عايز اعرف انت مالك ومتغيرة ليه بقالك كام يوم، ممكن تقوليلي؟ مش كنت بتحكي لي كل حاجة؟ ايه غير كل ده؟ بس هو مفيش حاجة، لو كان في حاجة كنت اول واحد هقوله انت يا كريم اكيد. انا طالعة. وجت تمشي مسك ايديها. بقيتي تهربي مني يا زينة؟ زي ما انت رحت وهربت مني يا كريم. يمكن هو ده الاحسن. اي نعم عملتها متأخر، بس هو ده الاحسن. زينة انت متضايقة اني خطبت؟ اكيد لا، ليه يعني؟ اتضايق من إيه ان شاء الله؟ زينة. نعم يا كريم. قولي الحقيقة. وزينة مش بتقول غير الحقيقة. طلع نام، تصبح على خير وبلاش تشغل بالك بالتفكير تاني. وطلعت على فوق بسرعة وهو كان متعصب. ازعل ليه؟ بالعكس مبسوطة لانك هتعيش حياتك. نامت على السرير وما كانتش عارفة تبطل تفكير، وفضل الوضع كده. وبعد كام يوم كانت خلاص خطوبة كريم النهاردة وبيجهزوا نفسهم وكل حاجة، وكريم ما كانش عارف ماله. قرب منه أنس. مالك يا كريم؟ وده شكل واحد خطوبته النهاردة يا ابني، ولا كأنك رايح عزا؟ مالي؟ ما هو شكلي اهو. ايه يا أنس؟ وعمر ابن ميار كان معاهم. لا والله. كويس ايه؟ ده انت اقسم بالله لو رايح عزا هيكون شكلك احسن من كده. وانت كمان يا عمر بتقول كده؟ انا مفيش حاجه يا جماعه، انا كويس. هو انتوا اللي مكبرين الموضوع، عادي يعني، مش نايم كويس بس. ليه يا عريس، متوتر ولا ايه؟ ده حتى خطوبه مش فرح. اه منك ليه، اخرج يلا انت وهو من هنا. مش خارجين يا عريس. وقعد يضحك عليهم. وتحت. العيال كبروا يا ملك وكبرونا. عندك حق يا ميار والله، بس الواحد مبسوط انه عاش اللحظه دي اللي هيشوف فيها عياله عرسان. عندك حق يا ملك، عقبال زينة وأنس وابني عمر. إن شاء الله يا ميار. وكانوا مبسوطين قوي ما عدا زينة وكريم. جهزوا كلهم ونزلوا على تحت، وكريم كانت عينه على زينة. زينة، إيه القمر ده وإيه الجمال ده كله؟ تعرفي كأنك انت العروسة يا قلب أمك انت. أحلى ماما في الدنيا. اه طبعا، الدلع كله والحب كله لست زينة وبس. طبعا، أمال إيه يا أستاذ أنس؟ وخرجوا ركبوا العربيات علشان يروحوا الفيلا، ووصلوا على هناك ودخلوا، وكانت سارة جهزت وكانت جميلة، وقرب منها كريم. الحلاوة دي كلها يا كريم. تسلم يا سارة. استني تقول لها حاجة على شكلها، لكن ما قالش حاجة خالص. خرجوا بره وقعدوا في الكوشة، وزينة كانت عمالة تبص لهم، وكريم كان في عالم تاني. لحد ما جه وقت تلبيس الشبكة، وفعلا بدأ يلبسها الشبكة، وزينة كانت بحاول تمسك نفسها وتكون مسيطرة عليها، ولبسوا الشبكة فعلا. وسارة كانت مبسوطة. خطبني خطبني، وكانت عمالة تتنطط، وبدأوا كلهم يرقصوا، وزينة كانت قاعدة وما قامتش.
هتفضلي قاعده كده يا زينه؟ مش هتقومي ترقصي تغيري جو شويه يا حبيبتي؟ لا يا ماما مش قادره ارقص، والصراحه كده معرفش حد هنا علشان نرقص سوا، دي خطوبه اخوكي. حاضر يا ماما. وقامت وقفت وكانت عماله تسقف وتبص على كريم وساره وهم عمالين يرقصوا، واللحظات اتخيلت نفسها مكان ساره، لكن طردت الافكار دي بسرعه. لا انا اصلا ما ينفعش افكر كده، وبعدين انا مش هينفع اتجوز في يوم من الايام، لان انا عارفه اللي فيها. مين هيتجوز واحده مش هتعرف تجيب له حته عيل، غير لو واحد متجوز وعايزني زوجه تانية، او واحد ارمل وعايزني ام لعياله. انا خلاص اتدمرت. وكانت حزينه قوي وعماله تفكر لحد ما خلصت الخطوبه ورجعوا على الفيلا، وكان كريم عمال يبص على الدبله اللي في ايده. وفي بيت ادهم كانوا بداوا يجهزوا كل حاجه علشان يروحوا القاهره، وكانوا مبسوطين، وبداوا يجهزوا الشنط والحاجات اللي هياخدوها معاهم. ايه يا جماعه مش مستاهله كل الحاجات دي، حذيفه قال ان الشقه مفروشه ونجيب هدومنا وبس. كل حاجه موجوده اهو يا ابني، بناخد حاجتنا وبس، الحاجات الاساسيه وكده. طيب يا ماما خدي راحتك، بس بلاش تتعبوا نفسكم لان المكان جاهز. طيب يا حبيبي. يا عيني يعني هنعيش في القاهره؟ انا مش مصدقه نفسي يا ادهم. شفتي يا ستي؟ لا صدقي هتكوني في القاهره. ده الكلام ولا بلاش؟ ومر عليهم اليوم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية، ومر حوالي يومين عليهم وما كانش في حاجه حصلت جديده، وكانوا لسه عيله ادهم ما وصلوش القاهره. وملك دخلت علشان تصحي زينه، واول ما دخلت على بنتها تتصدم من المنظر اللي شافته.